قبل رمضان بتجوعي اكتر، بتاكلي اكتر، وبتقولي انا مالي. الحقيقة في حاجة بتحصل في جسمك دلوقتي لو ما فهمتيهاش رمضان كله هيبوظ. خليني اقولك حاجة، اللخبطة اللي بتحصل قبل رمضان مش ضعف، مش قلة ارادة، دي رسالة من جسمك، وانت يا اما تفهميها يا اما تدخلي رمضان وانت تعبانة من اول اسبوع. اول ما تسمعي كلمة رمضان دماغك بيعمل كده، في جوع جاي، في حرمان لازم نخزن، فتلاقي نفسك بتفتحي التلاجة وانتي مش جعانة، بتاكلي بعد ما تكوني شبعانة، نفسك في الحلو، بس ده مش جوع، ده خوف متخزن. تنامي متأخر، تصحي متأخر، تفطري بدري يوم مش تفطري يوم خالص، العشاء مرة الساعة 6 ومرة الساعة 1 بالليل. الجسم يقولك انا مش فاهم حاجة، مفيش نظام. طب خدي جوع يمكن تفوقي. واكتر غلطة قاتلة قبل رمضان انك تقولي هقلل قوي دلوقتي، تشيلي العيش والرز وتشيلي الدهون وتستني نتيجة. اللي بيحصل الجسم بيسجل ان انت في حرمان وبيرد عليكي بنفسك مفتوحة 24 ساعة. رمضان مالي دماغك فطار وحلويات وكنافة وقطايف، حتى لو بطنك شبعت مخك لسه جعان، وده اخطر نوع جوع لان ملوش اخر. والأغرب الحل مش انك تاكلي اقل، الحل انك تهدي جسمك، لما الجسم يحس بالامان الجوع هيهدى واللخبطة تختفي لوحدها. قبل رمضان ثبتي مواعيدك، كلي من كل حاجة بس بعقل، بطلي تخويف جسمك، دربيه مش تحاربيه، واللي جاي اسهل بكتير. وقبل ما تقفلي الفيديو خليني اقولك الحقيقة اللي محدش بيقولها، رمضان مش هو اللي بيبوظ الاكل، اللي بيبوظه دخولك عليه وانتي تايهة. لو دخلتيه صح الجوع هيهدى والسيطرة هترجع تاني، والفرق قرار بسيط بتاخديه من دلوقتي. ولو حسيت ان الكلام ده فادك اعملي لايك وشيري لاي حد محتاج يسمعه، واعملي متابعة عشان الفيديو اللي جاي هقولك تعملي ايه خطوة بخطوة. واستني الفيديوهات الجاية. سلام.